تطلع معانا بالشكل ده. هنحطها في الفرن على درجة 200 لمدة ربع ساعة، تطلع معانا بشكل كويس، تاخد لون. السلام عليكم حبايبنا غاليين. النهارده ان شاء الله معانا مكرونة لازانيا، هنعجنها على ايدينا ونعملها بطريقة كويسة. يلا بينا نبدأ. نقطع البصل بتاعنا كده برنواز قطع صغيرة خالص، وبرده الجزر قطع صغيرة خالص برنواز صغير خالص مع الكرفس. هنستخدم في الوصفة بتاعت اللازانيا بصل وجزر وتوم وكرفس. هنبدأ باللحمة بتاعت مكرونة اللازانيا، ننزل بشوية زيت زيتون، هننزل بالبصل والجزر. لما نوصل كده ان الجزر والبصل بدأ يدبلوا ننزل بالثوم وننزل بالكرفس وننزل بمكعبين مرقة. ننزل باللحمة بتاعتنا، نزل عليها برشة ملح كويسة. هننزل على اللحمة بفلفل اسود، هنحضر البشاميل بتاع المكرونة اللازانيا. هنحط زبدة، بعدين ننزل بعصير الطماطم عليها، وننزل بمعلقتين صلصة. معانا البشاميل، الزبدة ساحت مع الزيت زي ما احنا شايفين كده. هننزل بالدقيق، بس البشاميل بتاعنا ده هنعمله خفيف شوية. هنقلب، هنبدأ ننزل باللبن واحدة واحدة. اللبن السخن اهو، بشاميل اهو، بننزل عليه باللبن واحدة واحدة. دي طريقة، أنا ممكن أنزل باللبن مرة واحدة مفيش مشكلة، بس دي طريقة أحسن وتضمن اللي هي اللبن البشاميل ما يكلكعش معاك. بضرب بسرعة، لبن سخن طبعا. بعدين بقى هبدأ أنزل باللبن كله مرة واحدة. هبدأ اللي أنا هبهر 3 مكعبات مرقة، فلفل أبيض، والملح اهو. ممكن بقى لو احنا عايزين نحط في اللبن ذات نفسه بصل، كرفس، ورق لوري، حبهان، مفيش أي مشكلة، برضو ده هيطلع معانا التيست كويس. البشاميل اللي احنا عايزينه هيكون خفيف شوية كده. هنبدأ هنا بقى نخلط البيض بالدقيق عشان نعجن اللازانيا، ونبدأ ان احنا نحط في البيض عليها. من غير أي مية. العجينة لازم تبقى قوية شوية، العجينة هتبقى قوية شوية. نوع انت يعني. هننزل المكرونة في المية كده،
يا دوب المكرونه فريش، احنا كده كده مش عايزين نضغط عليها في السوا جامد، ان احنا كده كده ايه نحطها في الميه التلج على طول عشان نبردها. كده كده هتستوي جوه، شايف الشكل ده. ابدا ان احنا نحط طبقه بشاميل ونوزعها. بعد كده ابدا احط لحمه، وابدا احط بشاميل. يعني حطيت تحت طبقه بشاميل، بعد كده المكرونه، بعد كده اللحمه المفرومه بتاعتي، بعد كده طبقه بشاميل تانية، بعد كده احط طبقه المكرونه، بعد كده هكرر نفس العمليه كذا مره. احط البشاميل تاني بالطريقه دي. بين كل طبقه وطبقه ببدا احط اللي انا ايه، لحمه بشاميل، لحمه مكرونه بشاميل. احط طبقه المكرونه بتاعتي، وابدا احط بشاميل. طبعا في مكرونه لازانيا كتير جاهزه، بس انا بفضل طبعا ان انا اعملها فريش احسن. يعني انتم لما تجربوا طعم الفريش هتحسوا بطعم احسن بكتير. وابدا ان انا اوزع البشاميل بتاعي. وفي عجينه اللازانيا ممكن نعجنها بالصفار بس، وده الافضل طبعا. بس طبعا في البيت احنا ممكن نحط الصفار والبياض زي ما انا عملت كده. الصفار ده ممكن نستخدمه بس لما نيجي نعمل المكرونه الفوتوتشيني، اللي هي ممكن نعمل بيها الوايت صوص او اللينجويني للنودلز والحاجات دي. في ناس برضو في مطاعم بتحط سلمونينا اللي هي السميد على الدقيق بتخلطه. يعني في كذا طريقة وفي كذا حاجة، بس الطريقة دي هتعجبكم. وإن شاء الله لما نيجي نعمل مكرونة فوتوتشيني في مرة نعملها بصفار بيض برضه. تحت عايز بقى أحط زيتون من فوق مفيش مشكلة، بس هي متحطش عليها أي حاجة. عايز أحط شوية زعتر من فوق برضه مفيش أي مشكلة. في ناس بتحب الفلفل، في ناس ممكن تحط شرايح طماطم. براحتك زي ما أنت عايز، زي ما أنت بتحبها بذوقك. احنا بنتكلم على الصح، بنتكلم على الذوق بتاعك العام في البيت براحتك. تخش الفرن بالطريقة دي، تطلع معانا بالشكل ده. هنحطها في الفرن على درجة 200 لمدة ربع ساعة، تطلع معانا بشكل كويس، تاخد لون. معانا ايه المكرونة، نبدأ ان احنا نقطعها قطع. تبقى معانا بالمنظر ده. بالهنا والشفا. والعين.